هل لازم اكون عارف لغه برمجه قبل ما ادخل مجال السايبر سيكيورتي؟ سؤال بيجي لي كتير في الكومنتات، والاجابه بكل بساطه لا. انت مش محتاج تتعلم اي لغه برمجه قبل ما تدخل مجال امن المعلومات. تقدر عادي تبدا تتعلم وتعرف كل المفاهيم الاساسيه وتجرب كل التولز وتعرف ازاي الهجمات المختلفه بتتم. لكن هرجع واقول لك برضو، انت عارف ان كل التولز اللي احنا بنستخدمها اوبن سورس، يعني ممكن نعدل في الكود الخاص بالتول دي عادي جدا زي ما احنا عايزين، علشان يحقق لنا التاسك او الحاجه اللي احنا عايزين نعملها بطريقه طبعا مختلفه عن الكود الاصلي، والا ما كناش عدلناه. كل ده هيحصل ازاي وانت مش عارف لغه برمجه؟ هتبقى زيك زي اغلب الناس اللي شغالين في مجال امن المعلومات، بتستخدم برامج ناس تانية عملوها. هنا بقى بتيجي نقطه الجدل بين الناس على اننا لازم نتعلم لغه برمجه. طب ليه؟ لانك علشان تبقى مميز تقدر تعمل يعني برنامج خاص بيك انت بينفذ الحاجه اللي انت عايزه يعملها، وكمان تقدر تطوره بعد كده. وطبعا علشان تقدر تقرا السكريبتات الخاصه بالهاكرز، فتعلمك للغه البرمجه هيساعدك جدا في الكلام ده قدام. علشان كده انا بقولها وباكدها تاني، انت مش مطالب وانت داخل مجال امن المعلومات انك تتعلم لغه برمجه، لكن لو بدات تدريجيا تتعلم لغه برمجه سهله وفعاله جدا زي البايثون، فدي هتكون خطوه كويسه جدا ليك، هتميزك عن غيرك وهتفيدك جدا طول ما انت شغال. دي كانت اجابه لسؤال، مستني باقي اسئلتكم في الكومنتات. سلام.